السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد، وإن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعضنا تركاية حلوة ممكن تفيدنا فيما بعد، يعني ممكن تنفعنا في يوم من الأيام. دلوقتي أنت مثلا ممكن تبقى قاعد تشرب شاي وتلاقي مرة واحدة الكيبورد اتكب على مك شاي، الكيبورد باظ. تمام، في نص الليل. تمام، وانت وراك مثلا شغل او بتعمل شغل على الكمبيوتر، او يعني بتعمل اي حاجة على الكمبيوتر تخص الكيبورد، تخص لوحة المفاتيح، او بتبحث عن حاجة. فانت هتستنى لحد بكرة ما يجي وتنزل تجيب كيبورد. طب ما انت ممكن تستخدم الكيبورد اللي في الويندوز. تمام، هو الكيبورد في ويندوز. انت بتتكلم جد؟ يا عليك، ده انا بهزر. ايوه، قصدي الويندوز فيه كيبورد. تمام، الويندوز فيه كيبورد. تمام، يعني انت ممكن تستخدم الويندوز من غير لوحة مفاتيح. تمام، لو انت مثلا لوحة المفاتيح باظت، السلك اتقطع، اتكب عليه شي زي ما انا قلت في الاول كده، يعني ممكن تستخدم الطريقة دي. تمام، ونفس الطريقة وهنجرب مع بعضينا. تمام، نخش بنا على الشرح. اول حاجة هتيجي عند شريط المهام وهتدوس كليك يمين. تمام، هتفتح معاك الصفحة دي. تمام، هتدوس على اختيار عرض زر لوحة المفاتيح الذي تستخدم بالماوس، التي تستخدم بالماوس. تمام، اللي هو الاختيار ده. اول ما تدوس عليه هتظهر لك الكيبورد تحت جنب الصوت من تحت. تمام كده الكيبورد شغال. طب انت استفدت ايه دلوقتي؟ هقول لك استفدت ايه، اوريك دلوقتي. تمام، عندك مثلا ممكن كذا طريقة. مثلا ممكن اقول لك ممكن تفتح مثلا جوجل. جوجل اهو. تمام، معلش النت عندي تقريبا الكمبيوتر محتاج نسخة، فالموضوع يعني ممكن تكتب كلمة اغاني مثلا. الف غين الف نون ي. تمام، وهتدوس انتر من الكيبورد. ادينا اهو، والله بستخدم الكيبورد بتاع ويندوز. تمام، عندك ظهرت مثلا كل الاغاني. تمام، كل الاغاني اهي. تمام، طب انا عايز اظهر، عايز اعدل. تمام، عايز اكتب مثلا اغاني اي حاجة. هدوس على كلمة الاغاني، بعدين هنزل تحت عند الكيبورد. تمام، وهكتب مثلا مثلا واحد اتنين واحد مثلا، اي حاجة. اغاني 1990 ظهرت لي. تمام، ولو عايز تخفيها هتدوس كده. تمام، بس هتكون ظاهرة عندك تحت، هتكون ظاهرة في شارة المهام. تمام، طب انت عايز تخفيها من شارة المهام، هتدوس كليك يمين على شارة المهام وهتدوس على نفس الكلمة. تمام، هتلاقيها اختفت عندك تحت. تمام، بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.